السلام عليكم، صافا بخير هانيين اموركم على خير. نتمنى من الله يلقاكم هاد لا فيديو باتم الصحه والعافيه. فيديو جديد ونهار جديد مع تحضيرات معسلات رمضان. اليوم ان شاء الله نقدم معكم بريوات على حقهم وطريقهم، بريوات مغربيين 100%. تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخر. انا كيف ما كتشوفوا عندي كيلو وربع ديال اللوز. انا استعملت كيلو وربع وانتم لكم الاختيار. نعطيكم الطريقه ديال كيلو، يعني بقياس كيلو، حيت انا غير زدت رابعه. هنا كنوريكم الزبده الحيوانيه اللي كنستعمل، اللي هي الاسم ديالها اونكور. صراحه شي حاجه اللي زوينه وكاليتي مزيانه وحتى لوغو كتعطيه. بالنسبه هنايا اللوز سلقناه ديجا ونقيناه، يعني غير درنا له الماء طيب، ما كنسلقوش باش ما كيتكمش. هادو كاين شي حيل وافكار اللي كتاخذوهم هكا باش اي حاجه بغيتوها كتصدق معاكم. اللوز الا سلقناه كيتكمش. انا كيف ما كتشوفوا بدينا بالطحين الاول اللي طحناه بلا سكر بلا والو، درناه في الهاشواغ على حساب ان الاندو تروا كتهز واحد الكميه اللي قليله، وبالنسبه للهاشواغ كتهز كميه اللي هي كثيره. داكشي علاش درنا الطحنه الاولى بلا سكر بلا والو، وسهلنا عندنا الطريقه باش هكا دغيا ان شاء الله نسربيو. صافي هنايا غادي نطحنوا الطحنه الاولى، وغادي ناخذوا العبار ديال السكر اللي غادي نستعملو. بالنسبه هنايا للسكر البنات كنقصوا السكر، ما كنكثروش، على حساب اصلا البريوات كيتغطسوا في العسل، وراكم عارفين السكر ماشي ضروري تكثروا. بما ان غادي تغطسوا ضروري نقصوا. بالنسبه لهنا كتشوفوا واقيلا تقريبا نص رابعه ديال السكر سنيده. السكر والحلاوه كتبقى على حسابكم نتوما. هنا كيلو وربع درنا غير نص رابعه، راه موالفين كنديروا نص كيلو، ولكن راه بزاف ديك الحلاوه راه كتقطع في اللسان. صافي هنايا كديروا نتوما يا نص رابعه ولا كديروا رابعه، ولا هذا كيبقى لكم الاختيار. عطيتكم الطريقه ديال الكيلو وانتم ديروا داكشي على حسابكم. هنا الطحنه الثانيه اللي غنطحنوها في الاندو تروا كيف ما كتشوفوا كتجي معلكه، وهذه هي الطريقه الثانيه اللي غادي نديرو باش هكا اللوز ديالنا كيجي معلك وكيجي مطحون مزيان مع السكر. كتعرفوا ان اللوز مع السكر راه كيتعاونوا باش كيعطيو ديك التعليكه. صافي هنايا اللوز ديالنا بعد ما طحناه الطحنه الثانيه درناه هنايا في هاد القصعه هادي، وغادي نبداو ان شاء الله. صافي غادي نديرو داكشي اللي باقي لينا اللي هو الجليكوز، تقريبا 2 معالق ديال الجليكوز في كيلو. هنايا حيت درنا كيلو ربع، درنا 2 معالق ونص معلقه، يعني معلقه ما عامراش. بالنسبه للزبده تقريبا درنا 2 معالق كبار ديال عفوا 3 معالق كبار، غادي نحتاج نعاودو نزيدو. وبالنسبه للمسكه الحره معلقه صغيره تقريبا. بالنسبه لنا للزهر درنا الروح ديال الزهر وعجناها بالعامري اللي هو العسل المعروف اللي كيكون مقطر على اليد، ولا راكم عارفين. المهم كديروا القرعه اللي كتكون هذا فيها السميه ديال العامري، راها معروفه. الزهر مغربي 100%، ولا كتقطروا على يديكم، مهم على حسابكم. الزهر البنات شي حاجه اللي زوينه، راكم كتعرفوا الزهر كيعطي واحد النسمه زوينه لهادشي ديال المعسلات ديال رمضان. شوفوا البنات المعلقه الثالثه عفوا زدناها حتى الاخر باش نعاودو ندلكو مزيان. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كتبان لكم العجينه ديال اللوز بدات كتماسك مع بعضياتها. بدا داك الجليكوز مع الزبده مع السكر مع الزهر كيعطي داك الزيت ديالو. نتوما كيف ما كتشوفوا اللوز كيبان لكم معلك. صافي تبارك الله هو هذاك. ملي كتكوروه وكتحربلوه كيعطيكم هذا القوام هذا، كتعرفوا ان داكشي ان العقده ديالكم ناجحه 100%. صافي هنايا دلكناها ساليناها. صافي ان شاء الله غادي نبداو نكوروها باش هكا ان شاء الله نوجدوا الكويرات ديالنا اللي غادي نستعملو في البريوات. درنا فيهم تقريبا 10 غرام. انايا حديت الميزان صافي هو يتخربق. هانتوما كيف ما كتشوفوا كديروا فيهم 10 غرام مزيانين كيجيو تقاده وحده. واللي ما كتبغيش تعبر وما عندهاش الميزان صافي عينها ميزانها وصافي كدير الكويرات على قد عينيها وصافي. صافي هنايا غادي نوجدو دوك الكويرات ديالنا وغادي نبداو ان شاء الله نبرمو البريوات ديالنا. طريقه سهله معروفه، كاع المغربيات ما شاء الله كيعرفوا ليها. سهله، كتقطعي هكا الورقه د البسطيله. راكم كتعرفوا البنات شرائط، انا درتها غير شرائط هنايا، يعني جات الورقه مقطوعه
على شرائط طوالين صافي، وكتبداو كتحطوا داك الكره ديال البريوه، وكتبداو تقادوهم بشويه بشويه عليكم حتى كتخرجوهم بريوات متيولين وصغيورين على حقهم وطريقهم. صافي هذا هما البريوات ديالنا. كيف ما قلت لكم الطريقه كيفاش استعملتها معكم، خذوا الطريقه ديالي الصراحه راه كتجي زوينه، وبارطاجيو هذا الفيديو هذا لعائلتكم اللي باغيين يديروا هكا بريوات ياخذوا هاد الطريقه ويستافدوا من الفيديو. صافي هنا غادي نكملوا الطي ديال هاد البريوات، ونتلاقاو ان شاء الله نوريكم القليان، نوريكم الطريقه باش غادي ان شاء الله فاش غنسلوهم وهذا. صافي هنايا بعد ما كملتهم كاملين البنات غادي نوريكم باش كنسدهم بالبيض البيض. كاين اللي كيدير الدقيق، المهم لكم الاختيار. انا كندير البيض ديال البيض كيشدهم ليا مزيان وما كيخليهمش ليا هكا كيبانوا عامرين بالطحين، يعني بالدقيق. صافي هذا ما كان غادي ان شاء الله نكملوا هاد الكميه كامله. نتوما شفتوا كيفاش درت لهم البنات. انا غادي نوريكم هاد لي سيكار ولا قنينطات. بالنسبه للبريوات البنات الا بغيتوهم يجيوكم زوينين وما يخرجش لكم اللوز من الجناب، عمروا القناه وما تخليوش القناه يبانوا هكاك عريانين. وفي القليان ما تقليوهمش في النهار اللي درتوهم فيه، بحال قلتوا الورقه كتشمع. سبحان الله كيجيو زوينين، والطريقه كتجي احسن بكثير من هذوك اللي كتقليهم ديك الساعه. يعني اون فوا كتصاوبهم كتقليهم كيجيو الورقه ديالهم دغيا كتولي كتفرتت، يعني كيبداو يتهرسوا دغيا. اللي كيباتوا كيجيو زوينين. الطريقه اللي درت انا بيتناهم جاو احسن بكثير من هذوك اللي كان نقليوهم ديك الساعه. انا وريتكم الطريقه ديال القنينطات، غير نفس العجنه نفس كل شيء، غير بغينا نشكلوها كقنينطات وبريوات. هذا مكان البنات. صافي غادي نكمل معكم هنا، وغادي نبدا معكم ان شاء الله كما قلت لكم القلي، يعني حتى لغد لي عاد قليتهم. وشكون اللي بحاليا البنات كتبغي تقلي هكا في السطح وفي الارض وكدير هكا فورنو، كدير دوك الاجواء ديال الوالدين وديال الجدود وديال العائله ملي كتكون مجموعه، الصراحه كتجي زوينه. دابا تشوفوا ان شاء الله فين قليت البريوات. هنا غادي نبداو بسم الله نقليو البريوات ديالنا. الزويته تكون سخونه ما سخوناش بزاف. كتعرفوا القليه الاولى كتكون الزيت سخونه بحال كيبغيو تخطفوا لينا، حاولوا تنقصوا ليها، ما تخليوش الزيت حتى طيب بزاف، يعني شويه. وعاد لوحوا فيهم بريوات. انا الاولين راني ديجا حيدتهم، والثانيين ها هما حتى هما راه تبارك الله مسربيين ما شاء الله. غير نقصوا البوطه المقله تكون هذا فيها الزيت خير الله. صافي كتبداو تقليو، وراهم كيجيو ساهلين البنات صراحه، وكيجيو هماويين لا في الحطه ولا في المذاق ولا في اي حاجه. هنايا خليناهم في العسل يرقدوا يعني مزيان. صافي وهزيناهم درتهم في الصفايه اللي غادي نصفيو فيها داك العسل من البريوات. وهنايا الطاسات ولا البواطات فاش كنخزنوهم، والطريقه باش كيتخزنوا كيبقاو مده اطول هما في المجمد. وكديروا ميكا في وسط ميكا كتقسموا بها، يعني كديروا صف وكديروا بلاستيكه وكتعاودوا ديروا صف اخر وكديروا بلاستيكه باش هكا ما كيلصقوش لكم. ملي كتبغيو تجبدوهم كيجيوكم ساهلين ماهلين باش تجبدوهم وتحطوهم في الطبيسيل ديالكم في رمضان وبالصحه والراحه. فيديو جديد ونهار جديد وكل نهار كنبغي نشارك معكم جديد. غادي نخليكم مع واحد الصوت ديال العصافير في الجردة ديال الدار ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله عاوتاني نوريكم كيفاش جاو في التعليكه يا البنات.
كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. ونقول لكم رمضان مبارك كريم، ينعاد لكم بالصحه والسلامه يا ربي. كانوا هادو هما البريوات، شوفوا كيفاش كيجيو معلكين. ملي صورتهم على برا كانوا كيبانوا غزالين، داك اللون ديالهم كان كيبان مذهب على حقو طريقو. دخلتهم للدار شويه الضو ناقص. المهم كان هذا هو الفيديو ديالي. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، ما تنساونيش بواحد اللايك وكومونتير ومشاهده كامله. نقول لكم السلام عليكم ورمضان مبارك كريم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله، والى فيديو